وصلت لاكتر مكان نفسي ان انا اوصل ليه واجيله من زمان جدا، مدينه افسس، حاجه كده يونانيه رومانيه موجوده في تركيا. طب ايه قصه المدينه دي بسرعه اللي موجوده ورايا دي؟ فهي ميكس بقى ما بين الاساطير الاغريقيه وقصص المجد الروماني زائد القداسه المسيحيه. ليه انا بقول كده بقى؟ عشان على حسب الاسطوره في امير ايوني جه في القرن ال11 قبل الميلاد وبنى المدينه دي زي ما احنا شايفين. بس المدينه دي اللي برضو كان ليها مكانه فين بقى؟ في الامبراطوريه الرومانيه، لدرجه ان هي وصلت من اهم المدن بتاعه الامبراطوريه الرومانيه بعد روما اللي موجوده في الشرق. طب اقول لكم على حاجه اكبر من كده، عارفين قصه اهل الكهف السبعه اللي ناموا جوه في الكهف؟ بيقول لك ان هم ناموا في المكان ده، وان القصه بتقول ان المكان ده هو المكان اللي كان موجود فيه اهل الكهف. طب انتوا عارفين ان المكان ده محطوط من ضمن عجائب الدنيا السبعه؟ لكن المدينه زي ما انتوا شايفين كده فاضل منها بقايا او اطلال المدينه. طبعا اي حاجه بالنسبه للتاريخ لما نشوف منها بقايا او اطلال يقول لك ده بسبب الحرب، بسبب الغزو، بسبب مش عارف كذا، ولكن لا، هو سنه في القرن الثالث بالظبط سنه 262 طمي بتاع النهر اغرق المدينه دي، واللي فضل منها اللي موجود ورايا هنا. يلا اسيبكم بعد الشرح ده تتفرج على المدينه بسرعه. بصوا بقى معايا المنظر وجماله. بصوا، وهنا كمان اهو. بصوا شكل الجبل بقى اللي هنا. هسيبكم واروح اتصور، ابقوا تعالوا انتوا بقى. بصوا بقى ده زي مغاره، تعالوا ندخل مع بعض فيه. يلا يلا نطلع سوا. استنى احاول اطلع بسرعه عشان الفيديو ما يطولش. بصوا المنظر اللي طالعين عليه، واو. لازم تيجوا في يوم والله، في حاجه شبه عندنا في مصر. بصوا كمان الممر ده، لا حاجه ايه، حاجه فخيمه. وبما اننا في تركيا لازم بقى القطه تبقى بطله في اي فيديو. بصوا نايمه نايمه نايمه. بص هنا المنظر ده. اختم بقى الفيديو بده. بص هنا اهي بتكمله المدينه. واو، والله كل ما اجي اختم الفيديو الاقي حاجه احلى من الثانيه، بس هشارككم معايا فيها. بصوا المنظر، انتوا مش في اليونان والله، في تركيا، والله في تركيا. بصوا، خلاص كده هختم الفيديو على كده.